ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنبدأ نعمل زي بيتزا سهلة وسريعة جدا من دون عجن ولا فرد ولا أي حاجة. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وشير. هنا هنضيف كوبايتين مية وزبدية ونص كوباية زيت على زبدة، وده مهم جدا. وهنضيف 3 معالق خل، والثلاث معالق الخل دول برضو مهمين جدا اللي تدي العجين يبقى فلافي. وبعد كده هنجيب كوباية مية فيها خميرة ومدوبين فيها السكر كويس قوي، وهنبدأ نضيفهم على الخليط كده. يبقى احنا بالنسبة لنا استخدمنا 3 كوبايات مية. وبعد كده هنقلبهم كويس لحد ما يختلطوا معانا. لازم يدوبوا كويس قوي مع بعض. وبعد كده هنكون محضرين 4 كوبايات دقيق. هنضيف جزء ونقلب كويس معاهم ذرة ملح لحد لما العجين يبقى معانا بالشكل ده سايل، مش تخين ومش خفيف، شبه عجينة الكيك بالظبط. لازم يبقى بالوضع ده. اما هنسيبه يرتاح وكده احنا هنبدأ بقى نعمل الصلصة. زيت في طاسة يكون سخن، هنحط 3 معالق صلصة، فصين توم مطحونين. هنبدأ نقلب الصلصة كده لحد ما لونها يتغير. بعد كده هننزل عليهم بالتوابل، ملح وفلفل وسكر وروزماري، واللي عنده زعتر يحط، و3 معالق خل. وهنقلبهم كويس. وبعد كده هننزل عليهم بنص كوباية مية ونبدأ نقلبهم غلوتين تلاتة. وكده بعد العجينة بتاعتنا مرتاحت وخمرت 10 دقايق أو ربع ساعة بالكتير قوي، هنبدأ دلوقتي نجيب صينية مدهونة زيت، وهنبدأ نضيف الخليط عليها، هنكبه كده ونبدأ نساوي العجينة بالشكل ده. بعد كده هنبدأ ندهن الصلصة بس بفرشة وبالراحة جدا على العجينة بالشكل ده كده بالراحة جدا عشان خاطر ما تتعملش مننا. بعد كده هنبدأ نحط الخليط بتاعنا اللي هو اي حاجة عندك في التلاجة وبراحتك جدا، مش ملزمة بأي حاجة. بس خليكي بالترتيب ده، ان الجبنة التركي افضل تكون تحت على العجين، وبعد كده الصدوق او البيفي او البسطرمة اي حاجة انت عايزاها. بعدين بعد ما بنفردهم بالشكل ده كده ويا ريت بس يعني نحط الزيتون كمان عليه عشان بيدي طعم وفليفر للحاجة اللي انت حطاها، بيبقى طعمها احلى. احنا بنرتب الاول التركي، بعدين البيفي، بعدين الزيتون. بعد كده ممكن نحط الطماطم معانا عشان تطري الحاجات ديت اللي احنا حطيناها في الاول بالشكل زي ما احنا شايفين. بعدين بقى نبدأ نحط الفلفل الالوان بالشكل معانا واحدة واحدة كده بنفرده يعني نحطه في كل الأماكن. وبعدين نحط الموتزاريلا ونرشها، ونبدأ نكون احنا مسخنين الفرن من قبلها. هي مش بتاخد معانا وقت طويل، فبنبدأ بس نبعد عن الحروف عشان خاطر ما تتحرقش معانا في الفرن. وده شكل الصينية بعد ما طلعت من الفرن. هي ما خدتش معانا غير ربع ساعة من تحت. سويناها 10 دقايق وولعنا عليها الشواية مكملتش 5 دقايق. وده شكلها بعد ما طلعت طرية جدا وخفيفة وسهلة جدا. بصوا